السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة ورشة الجرافيك على قناة رحلة الإنتاجية. في الفيديوهات اللي فاتت اتعلمنا مبادئ الجرافيك ديزاين، والنهاردة هنبتدي نشرح واجهة تطبيق بيكس لاب. واجهة التطبيق بتظهر معانا بالشكل ده، ومش معنى إن الفارة موجودة إن أنا بشرح على الكمبيوتر، لا أنا بشرح على التليفون عادي، بس أنا مشغل الفارة على التليفون. أول ما بتفتح التطبيق بيظهر معاك بالشكل ده، بيبقى فيه شريط أدوات فوق وشريط أدوات تحت. طيب تعالى نفهم كل شريط دوت فيه إيه، وإيه أهم المكونات اللي فيه، ونفهمه واحدة واحدة. طيب رقم 1، إيه العلامة دي؟ معناها إيه؟ العلامة دي معناها إرجاع، يعني من شوية كان في text هنا إحنا مسحناه، فلو دوسنا إرجاع هنبُص هنلاقيه رجع تاني، فدي معنى العلامة دي إنك ترجع خطوة للحاجة اللي أنت مسحتها، تمام؟ الحاجة التانية فدي علامة الzoom in والzoom out، لو دوست عليها تقدر إنك أنت تكبر أو تصغر عشان تعرف تتحكم أكتر في التصميم. تمام، بعد كده العلامة التانية ودي علامة المربعات، علشان تقدر إنك أنت تتحكم في الأبعاد اللي معاك. هل ممكن إن أنا أزود المربعات دي أو أقللها؟ أكيد طبعًا. لو دوست هنا وبعد كده دوست على علامة زائد هتلاقي إن في مربع جديد اتضاف هنا، ولو دوست على علامة زائد كده هتلاقي إن في مربع طولي اتضاف وهكذا. ولكن لو حبيت إنك أنت تضيف عدد معين هتدوس على العلامة دي وتبتدي إنك أنت تكتب الخطوط الأفقية والخطوط العمودية عايز كام، يعني مثلًا لو ال3 دُولة هنخلّيهم مثلًا وليكن 10، وبعد كده ندوس على علامة الصح، والناحية التانية برضه نفس الكلام هنخلّيهم 10 وندوس صح، وبعد كده ندوس حسنًا، تلقائيًا بقوا في 10 خطوط أفقية و10 خطوط رأسية. طيب علامة المغناطيس اللي جنبها ديّة ما لهاش شرح دلوقتي، فهنشرحها قدّام لمّا نبتدي إن إحنا نستخدمها. تمام، بعد كده هنخش على اللي بعد كده حاجة اسمها طبقات أو الlayer ديّة، هنا بيظهر كل الطبقات اللي أنت ضايفها في الشكل. المهم تعالَ نشيل العلامة ديّة، بعد كده لو جينا مثلًا نضيف شكل جديد وليكن مربع، ففي مربع دلوقتي في التصميم، لو جيت تدوس على علامة الطبقات هتلاقي المربع ده ظاهر هنا، تقدر إنك أنت تخلّيه تحت أو تخلّيه فوق وهكذا، وهنفهم ده قدّام برضه. بعد كده بعد كده علامة الإضافة، الزائد دي، إيه علامة الزائد ديّة؟ علامة الزائد إنك لو حابب إنك أنت تضيف حاجة جديدة في التصميم، ولو دوست عليها هتلاقي قدامك الخيارات دي. أول حاجة نص، نص دي لو دوست عليها تبتدي تضيف نص جديد وتكتب فيه اللي أنت عايزه براحتك وهكذا، تمام؟ بعد كده الوقت الحالي، لو جيت تدوس عليها هتلاقي إن التاريخ بتاع النهارده هو اللي ظهر قدامك، ولعلمك الفيديو ده بيتصور بتاريخ 25/6 عشان تبقى تشوف أنت هتشوفه إمتى. الإضافة اللي بعد كده وهي ملصق، وملصق دي بيبقى فيه بعض الملصقات الخاصة بالتطبيق تقدر إنك أنت تضيف أي حاجة منهم، لو دوست على أي حاجة منهم هتضاف بالشكل دوّة، تقدر تكبر وتصغر براحتك وتعمل اللي أنت عايزه، بس إحنا مش محتاجينها دلوقتي. خد بالك من الملصق ده هنبتدي نستفاد حاجة، شايف الشيب الأبيض ده؟ دوّة أنت لو دوست تاني هنا هتلاقيه اتضاف لوحده، وتقدر إنك أنت تغيّر في لونه علشان تعمل شيب للشكل وكده، ودي هنفهم إيه أهميتها قدّام وإحنا بنعمل تصميمات جديدة، ولكن ما علينا دلوقتي. بعد كده الأشكال، الأشكال ديّة لو دوست مثلًا هنا ممكن إنك أنت تختار دايرة أو نُص دايرة أو سهم أو مثلث أو أي حاجة من الحاجات اللي قدّامك دي، دي الأشكال المتاحة في التطبيق. لو اخترنا دايرة هتظهر قدّامك بالشكل ده، تقدر إنك أنت تكبر وتصغر براحتك. بعد كده ممكن إنك أنت تلونها بأي ألوان من عندك، في ألوان تانية طبعًا أحمر وغيره. تقدر إنك أنت تلوّن بأي لون. طيب لو حبيت إنك أنت مش عايز لون بس، أنت عايز يكون لون متدرّج من فوق لتحت كده، هتدوس على تدريج، ممكن تختار مثلًا حاجة زي كده، هتلاقي إن الشكل غامق من برّه ومن جوّه فاتح وهكذا، ممكن تختار ديّة أو كده، فديّة علامة التدريج. بعد كده عرض الخط، لو عايز نضيف خط للشكل ده، هنبتدي إن إحنا نكبّر شوية، هتلاقي إن في خط اتضاف حوالين الشكل. الخط دوّة بتتحكم في لونه من هنا برضه، ممكن تختار اللون بتاعه من هنا. طيب بعد كده آخر حاجة معانا حاجة اسمها قطر التنعيم، لو حابب إنك أنت تنعّم الشكل ممكن إنك أنت تنعّمه هيبقى بالشكل ده. الحاجات دي ما بتظهرش أكتر غير مع المربع، لو جينا نخلّي الشكل دوّة مثلًا مربع وجينا نبُص تحت هنا، سيبك من التنعيم دلوقتي. طيب إيه ال3 حاجات اللي تحت دُولة؟ ديّة لو دوست عليها زي ما هي كده هتلاقي إن الخط ظهر قدّامك بالشكل ده، أمّا لو دوست على اللي جنبها هتلاقي اتاكل من الخط زي نظام مثلث كده، هتلاقي الحواف بقت بالشكل ده. لو جيت اخترت اللي بعدها هتلاقي إن الحواف بقت دايرة. طيب لو أنا حابب إن أنا أخلّي الحواف الدايرة ديّة أو الcurve دوّة أكبر شوية، هنروح فوق كده وهنخلّي القطر ديّة هنزوّدها، هتبُص هتلاقيها بقت بالشكل ده.
وهكذا. بس الفرق بين ديّة وديّة إن دي بتتحكم في قطر الشكل كلّه، أمّا اللي تحت ديّة بتتحكم في قطر الخط اللي برّه بس. تمام، يبقى إحنا كده عرفنا أداة الشكل. طيب نخش على اللي بعد كده وهي من المعرض، ديّة لو دوست عليها هيبتدي يظهر لك الحاجات اللي في المعرض عندك. لو حبيت إنك أنت تضيف عنصر جديد زي كده مثلًا، هتلاقي إن العنصر اتضاف معاك في الشكل، تقدر إنك أنت تغيّر فيه وتعمل فيه اللي أنت عايزه براحتك. آخر حاجة معانا وهي الرسم. الرسم ده لو حبيت إنك أنت ترسم حاجة بالشكل دوّة كده، والرسم دي ممكن تستخدمها في إنك تخفي حاجة أو تستخدمها في الشعارات أو غيره وتغيّر اللون من هنا اللي أنت بترسم فيه. وممكن حجم القلم، يعني لو حبيت إنك أنت تكبّر الخط اللي بيتكتب دوّة شوية، هتكبّر من هنا هتلاقي إن الخط كبر معاك بالشكل ده. طيب بعد كده النعومة ديّة لو كبّرتها شوية هتيجي بعد أمّا تكتب أي خط هتلاقي ابتدى يظهر معاك بالشكل ده وهكذا. بعد كده حاجة اسمها مِلء، إنك أنت بتملى الحاجة كلّها. يعني مثلًا لو مش مفعّلينها، لو جينا نعمل كده هنلاقي الخط طلع بالشكل ده. أمّا لو فعّلناها، لو جيت بكيرف كده هتلاقي إن الحتّة كلّها اتملت. طب خط متقطّع هتلاقي نَفْسك وأنت بترسم الخط بيظهر معاك متقطّع بالشكل ده. تأثير النيون لو فعّلتها هتلاقي إن ابتدى يظهر ضوء حوالين الخط اللي أنت بترسمه، وهكذا. كتر التنعيم دوّة إنك أنت بتنعّم حوالين الشكل بالشكل ده، هتلاقيه ابتدى إن هو يختفي حاجة بسيطة. فديّة أداة الرسم. لو حبيت إنك كده تمسح بتضغط على الأداة ديّة، هتلاقي كل حاجة أنت بتدوس عليها بتبتدي إنها تتمسح بالشكل ده. ممكن إنك أنت تكبرها عادي، ديّة لو دوست عليها بتمسح كل اللي قدامك. أما لو جينا نضيف حاجة كمان وجينا ندوس على ديّة، أنت بترجع على آخر حاجة أنت عملتها بس. فدي كانت أداة الرسم ودي كل اللي كان فيها. طيب آخر حاجة اللي هي ديّة وديّة معناها إنك تحفظ التصميم اللي قدامك. والتصميم اللي قدامك أنت تحفظه بصيغة من الاتنين، يا إما تحفظه في صورة، ولو حفظته في صورة إن هو هيتحفظ عندك في المعرض. أما إنك تحفظه كمشروع، ولو حفظته كمشروع تبتدي إنك أنت ترجع له قدام. طيب لو حفظناه بمشروع بنجيبه منين؟ هتيجي على أول حاجة هنا كده، هتدوس عليها هتلاقي مكتوب أول حاجة الفايل ده، هتدوس عليه هتلاقي كل المشاريع اللي أنت كنت حافظها قبل كده، تقدر إنك أنت تدوس عليها وتستخدمها تاني. تمام. أمّا لو حبيت إنك أنت تحفظها كصورة بتدوس حفظ الصورة، تبتدي إنك أنت تختار الصيغة اللي أنت عايز تحفظها فيها، صيغة JPG أو تحفظها بصيغة تانية صيغة PNG وهكذا. أمّا الجودة بتبتدي إنك أنت تختارها. دايمًا عامةً بنختار إنها تبقى فائق، اللي هي تبقى أعلى حاجة علشان يتحفظ المشروع بشكل أفضل، وبعد كده بتدوس حفظ إلى المعرض بيتحفظ معاك. أمّا لو حبيت إنك أنت تشارك التصميم تلقائيًا في فيسبوك أو تويتر أو جوجل أو واتساب أو إنستجرام أو أي حاجة من ديّة، بتبتدي إنك أنت تختاره وتشارك براحتك. بعد كده علامة الشير، علامة الشير لو دوست عليها بيظهر لك نفس الصفحة اللي كانت ظاهرة لنا من شوية، تقدر إنك أنت تتحكم فيها وتعمل اللي أنت عايزه براحتك. العلامة الأخيرة ديّة عبارة عن تكست محفوظة، يعني بيبقى قدامك كلمة زي اللي قدامك دي in your cold but few get up. لو دوست عليها هتبتدي إن هي تظهر لك زي نظام تكست بالشكل ده، وهكذا. هتلاقي فيها تكست كتير، هتلاقي إن فيها text كتير، بس أظن إنك أنت مش هتستخدمها، لإن أنت هتبقى محتاج تضيف text من عندك أنت خاصة بيك علشان تناسب التصميم اللي أنت بتعمله، وهكذا. طيب آخر حاجة معانا فوق وهي ال3 نقط اللي فوق دُولة، تعالَ نشوفهم فيهم إيه. كل الحاجات ديّة موجودة في الأدوات اللي إحنا استخدمناها، زي استعمال صورة من المعرض، إنك أنت تضيف حاجة من المعرض، أو الشاشة إنك أنت تشوف الشاشة كلها بقت شكلها عامل إزاي. أو بعد كده استعمال صورة من الكاميرا، إنك أنت تبتدي تصوّر صورة تلقائيًا، يعني الكاميرا تشتغل على التطبيق، تصوّر الصورة وتبتدي إنك أنت تستخدمها على طول. أو إنك تصدّر صورة، لو دوست تصدير الصورة زي بالضبط ما بتدوس هنا علشان تحفظ الصورة. الحاجة اللي بعد كده أبعاد الصور، وديّة اللي مهمة جدًا. بيبقى هو مدّيك أبعاد جاهزة لبعض الحاجات، ولكن مش لكل حاجة، زي مثلًا يوتيوب channel banner دوّة الbanner بتاع اليوتيوب لو حابب إنك أنت تستخدمها بتدوس عليها، زي مثلًا يوتيوب thumbnail اللي هي الصورة المصغّرة وهكذا. ولكن من خلال الأدوات اللي قدّامك دي أنت تقدر تتحكم في أبعاد التصميم اللي أنت بتنفّذه. يعني مثلًا لو بنعمل تصميم social media بيكون الأبعاد بتاعته 1080 في 1080، فهتبتدي إنك أنت تدوس هنا كده، هتظهر قدّامك العلامة دي، هتمسح كل اللي قدّامك وتكتب 1080 بس كده. والناحية التانية نفس الكلام، هتخلّيها وتدوس تَم حسنًا، ديّة الأبعاد اللي قدّامك دلوقتي 1080 في 1080. تمام.
بعد كده هتلاقي زر راسلنا أو بلغ عن خطأ ديّة إن أنت بتتواصل مع خدمة العملا بتاع التطبيق، يعني مثلًا لو حبيت إنك أنت تبلغ عن حاجة في التطبيق أو كده. آخر حاجة اللي هي مساعدة برضه تبع خدمة العملا، إزالة الإعلانات ديّة إنك أنت تقريبًا بتشترك في حاجة plus أو حاجة زي كده. الحاجة اللي بعد كده ساعات الحفظ الذاتي، الحفظ الذاتي ديّة اللي هي آخر تصميم أنت نفذته على التطبيق لو حابب إنك أنت تسترده تاني عشان تغيّر عليه بتدوس عليها، يعني مثلًا لو دوست عليها زي كده، ده آخر تصميم أنا عملته على تطبيق بالفعل، فلقيت إن هو ظهر قدّامي بالشكل ده، ولكن إحنا حاليًا مش محتاجينه، ما علينا. الحاجة اللي بعد كده إنك تفتح ملف BIB، ملف BIB دوّة اللي هو بالضبط المشاريع اللي كانت محفوظة قبل كده، اللي إحنا لسه فاتحينها من ناحية تانية. التطبيق دوّة بيبقى فيه الأداة الواحدة بتبقى موجودة بكذا شكل، تقدر إنك أنت تجيب أي شكل فيهم وتستخدمه. الصورة المصغّرة اللي أنا باعملها للسلسلة، ده الفيديو اللي كان قبل ده، هتلاقي إن أنا حافظها علشان أبتدي إن أنا أغيّر عليها في كل فيديو علشان تبقى السلسلة كلّها موحّدة بصورة مصغّرة واحدة من غير أي اختلاف، وهكذا. طيب نبتدي بقى نتنقل للأدوات اللي تحت ديّة ونفهمها. أول حاجة، أول أداة فيهم وديّة بتبقى عبارة عن شوية صور أو خلفيات جاهزة بيبتدي إن هو يعرضها لك لو حابب إنّك أنت تستخدم أي حاجة فيهم، لو دوست على أي حاجة هتظهر لك بالشكل ده. بس هم دُولة اللي متاحين معاك، تقدر إنك أنت تستخدم أي واحدة فيهم. طيب الأداة اللي بعد كده وهي الtext، تلاقي مكتوب عليها حرف الA. الtext دوّة فيه منها حاجات كتير. طيب هو سيبك من دي دلوقتي، نمسح دي مش محتاجينها. أول ما بتدوس عليها بيظهر لك كده يا إما نص يا إما اقتباس. الاقتباسات ديّة اللي إحنا لسه قايلينها فوق اللي هي دي، حتى هتلاقي نفس الرمز بالضبط، ولكن ديّة إحنا قُلنا إن إحنا مش بنحتاجها، إحنا محتاجين نص إن إحنا نضيف نص جديد. هندوس عليها هيبتدي يدّيك new text يعني نص جديد، هتدوس عليها وتبتدي تكتب النص اللي أنت عايزه. يعني مثلًا وليكن أنا هاكتب، أول حاجة هتلاقي معانا حاجة اسمها تصاميم، دي لمّا بتدوس عليها بيبتدي يجيب لك حاجات موجودة بالفعل. يعني مثلًا أنا كتبت النص وفي شكل من دول عاجبني، بابتدي إن أنا أدوس عليه وليكن الشكل ده، هابُص ألاقي النص ظهر بنفس الشكل اللي أنا اخترته. دي بتبقى تصاميم جاهزة موجودة في التطبيق لو حابب إنك أنت تستخدمها. بعد كده معانا أداة التعديل، التعديل دي لمّا بتدوس عليها لو حابب إنك أنت تعدل في النص، تضيف حاجة، تنقّص حاجة وهكذا. ماشي، ولكن إحنا مش هنغيّر فيها دلوقتي. حسنًا. حذف ديّة لو حبيت إنك أنت تحذف التصميم اللي قدامك. نسخ لو حبيت إنك أنت تعمل منه نسختين وهكذا. بعد كده إلى الأمام وإلى الوراء، دي مش هنعرف إن إحنا ناخد بالنا منها إلا لو في حاجة كمان في التصميم، فعلشان كده ممكن إن إحنا نضيف shape زي ده. تمام، الshape اللي زي ده هنحطه هنا وليكن، ونبتدي نحدد التصميم. طيب لو جينا ندوس كلمة إلى الأمام، إلى الأمام معناها إن أنا عايز أخلّي الtext هو اللي يبقى فوق الشكل، فلو دوست عليها هالاقي الtext ظهر قدّام كده. أمّا لو دوست إلى الخلف هالاقي الtext رجع ورا، وهكذا. يبقى الأداتين دُولة متحكمين في إن هو يظهر قدّام أو يظهر ورا. بعد كده أداة الموقع، المهم نحذف دوّة علشان نبتدي نكمّل. أداة الموقع دوّة لو حابب إن أنا أغيّر في موقع التصميم، زي إن أنا أطلع لفوق أو آجي يمين أو آجي شمال، أو مثلًا إن أنا أنزل لتحت وهكذا. طيب إيه الخط اللي فوق دوّة؟ ده أنا باتحكم في الإزاحة اللي هيمشيها، هيمشي كام بيكسل. يعني مثلًا لو كبّرتها كده هابُص ألاقيه بينزل مسافة أكبر، لو جيت نقّصتها هالاقيه بينزل مسافة أقل، وهكذا. ده معنى الإزاحة. الأداة اللي بعد كده حاجة اسمها الموقع النسبي. الموقع النسبي دوّة أنا لو دوست عليه بيودّي لي التصميم في حتّة معيّنة، يعني مثلًا لو دوست يمين هالاقيه جابه لي في آخر اليمين خالص، لو دوست شمال هالاقيه جابه لي في آخر الشمال خالص، لو دوست في المنتصف هالاقيه جابه لي في النُص، لو دوست في المنتصف العمودي هالاقيه جابه لي في النُص برضه، لو دوست فوق هالاقيه طلّعه لي فوق خالص، لو دوست تحت هالاقيه نزّله لي تحت خالص. فالأداة دي بتتحكم في الموقع النسبي للتصميم. بعد كده أداة الحجم. أداة الحجم ديّة إن أنا أتحكم في حجم التصميم، ممكن إن أنا أكبّره أو أصغّره زي ما أنا عايز، ولكن إحنا في غنى عنها. ممكن إن إحنا نكبّر ونصغّر من هنا، ولكن دي تستخدمها إمتى؟ لو كانت البتاعة صغيرة خالص ومش هتعرف إنّك أنت تتحكم في الزرار ده، فتبتدي إنّك أنت تستخدمها من هنا. الحاجة اللي بعد كده حاجة اسمها حشوة. الأداة دي لو دوست عليها معناها إنّك ممكن تشيل حاجة من الكتابة. دوست شمال كده هتلاقي إن ابتديت إن أنا أمسح جزء من الtext، ولو دوست يمين هالاقي نفس الكلام.
ابتديت إن أنا أمسح جزء برضه من النص وهكذا، فهتلاقي إن النص طلع معاك بالشكل ده، فده معنى الأداة دي. طيب بعد كده في أداة كمان معانا وهي اللون، دي بتغيّر على لون التصميم اللي معاك، ممكن تختار اللون ده أو غيره حتى، أي لون منهم، ممكن تختار لون عادي أو تختار تدريج زي ما اتفقنا فوق. طيب هل ممكن إن أنا ألوّن جزء بس من النص، يعني ما ألوّنهوش كلّه، ممكن إن أنا ألوّن من أول الياء لحد الميم بس؟ أيوه ممكن أعمل كده. اخترت التاء والصاد والميم بس هم اللي اتلونوا، فلو جيت إن أنا أغيّر في اللون، لو جيت أختار لون منهم هالاقي إن الحتة اللي أنا اخترتها بس هي اللي اتلونت وهكذا، فده معنى الأداة دي. الأداة اللي بعد كده ودي أداة اسمها تلبيس. معنى أداة تلبيس إيه؟ إن أنا لو عندي لون في صورة معينة وعايز إن أنا أخلّي التصميم يطلع باللون ده، فباقوم جاي دايس عليها وباختار أي حاجة من المعرض وليكن حاجة زي كده، هالاقي إن الصورة دي ابتدت تظهر على التصميم. هالاقيها ابتدت تظهر على التصميم وهكذا، دي باستخدمها لو أنا عندي لون معيّن وحابب إن أنا أضيفه، يعني مثلًا لون فضي وفيه نقرشة والكلام ده كلّه أنا عايز أضيفها للtext، فبابتدي إن أنا أضيفها من خلال أداة التلبيس، هالاقيها ظهرت معايا بالشكل ده، ولكن إحنا مش عايزينها دلوقتي، عايزين نخلّيه بلون عادي علشان نبتدي إن إحنا نعرف نتحكم في كل حاجة وأوريكم كل اللي إحنا هنعمله. هنمسحه ونضيف text جديد ونكتب تصميم تاني عشان أبتدي أوريك باقي الأدوات. الأداة اللي بعد كده وهي أداة الشفافية. الشفافية دي إن أنا باقلل من زور التصميم، لو جيت قللتها كده هالاقي إن هو بيقل شوية بشوية، لو قللتها للآخر ألاقيه اختفى وهكذا، فدي معنى الشفافية. التأثير على الزر دي لو فعلتها ما أظنش إنها بتعمل أي حاجة. تمام، بعد كده حاجة اسمها تدوير، إن أنا بادوّر التصميم سواء لفوق أو لتحت زي ما أنت شايف كده. الأداة اللي لأ نرجّعه زي ما كان أحسن. بعد كده أداة تانية اسمها غطاء، ودي معناها إن أنا لو حبيت إن أنا أمسح جزء من التصميم، يعني أنا لو محتاج بس الجزء ده، بابتدي إن أنا أدوس على علامة صح، هابُص ألاقي الجزء اللي أنا حددته اتمسح، أو حبيت إن أنا أمسح جزء تاني وليكن الجزء اللي في النُص ده، أدوس على علامة صح ألاقيه اتمسح برضه وهكذا. الأداة اللي بعد كده الأداة اللي بعد كده ودي أداة الخط. الخط دي معناها إن أنا باتحكم في الخط اللي قدامي ده، يعني هو مكتوب بخط معين مش عاجبني وأنا عايز أغيّر الخط ده، معايا خطوط كتير في التصميم، ولكن ممكن إن أنا أضيف خطوط من عندي أنا اسمها خطوطي، ممكن إن أنا أستخدمها زي كايرو بولد دوّة يعتبر أفضل خط عربي أنا باستخدمه في التصميمات بتاعتي، بيطلع بالشكل ده، فبالاقي إن الخط اتغيّر، فمن خلال أداة الخط ديّة باختار الخط المناسب للتصميم بتاعي. بعد كده حاجة اسمها الأسلوب، دي باتحكم في أسلوب الكتابة اللي قدّامي، ممكن إن أنا أخلّيها bold ولكن دي مش هتظهر دلوقتي لإن هو فعلًا الخط اللي أنا مستخدمه bold، يعني مثلًا لو الخط رفيّع هتلاقيه تخن قدّامك. طيب عايزين نستخدمه نبيّنها، فهنيجي نعملها، هتيجي تدوس على bold هتلاقي إن التصميم كبر قدّامك بقى بشكل أكبر، العلامة دي معناها إن التصميم يميل يمين أو شمال، لو دوست عليها هتلاقيه اتعمل بالشكل ده. الأداة دي معناها إنك تدوس عليها هتلاقي في خط ظهر على التصميم وهكذا، تمام كده؟ تمام. بعد كده حاجة اسمها منحنى. منحنى دي بابتدي إن أنا أتحكم إن تصميمي يتحني ليمين أو شمال أو لفوق أو لتحت وهكذا زي ما أنت شايف، دي باستخدمها لمّا باجي أعمل الختم. الختم بيبقى طبعًا عارفين إن الكلام بيبقى مكتوب في صورة دايرة، فابتدي إن أنا أعملها علشان تظهر بصورة دايرة، ما يغركش التقطيع اللي حصل ده، التقطيع ده بسبب إن أنا مختار خط معين، فممكن إن إحنا نغيّر نوع الخط الدنيا هتبقى تمام. تمام. بعد كده حاجة اسمها الخلفية، لو دوست عليها وفعلتها بيبتدي يظهر خلفية ورا التصميم. الخلفية ديّة باقدر إن أنا أتحكم أول حاجة في لونها، ممكن إن أنا أغيّر اللون أخلّيه مثلًا باللون ده وهكذا. حشوة يسار إن أنا باخلّي خلفية تكبر لليسار أو إن أنا أصغّرها، حشوة يمين باخلّيها تكبر لليمين أو أصغّرها، حشوة لفوق باخلّيها تكبر لفوق أو أصغّرها وهكذا برضه حشوة لأسفل. آخر حاجة قطر، وديّة إن أنا باتحكم في قطر التصميم، هل يبقى في curve في الأطراف والّا لأ. وهكذا. بعد كده باخُش على حاجة اسمها تنسيق، دي ما بتظهرش أكتر غير تعالَ بس نقفل دي. التنسيق دي ما بتظهرش غير لمّا يكون في مثلًا خط كلمة كبيرة، فممكن نكتب حسنًا، هتبتدي تبُص هتلاقي إنها ظاهرة معاك
كده. فأنا لو حبيت إن أنا أخلّي mix الأد دي تبقى في النُص، بابتدي إن أنا أتحكّم في ده من خلال كلمة تنسيق. لو دوست إن كده هالاقي إن هُم كلّهم بقوا من ناحية الشمال، لو دوست في النُص هالاقيهم بقوا في النُص. دي موجودة برضه في Word، لو حد استخدم Word قبل كده هيفهمها أكتر. لو دوست كده هالاقي Pixlab راحت ناحية اليمين. التبرير دي لو فعلناها بتخلّي في فرق واضح بين كل كلمة والتانية. حلو. بعد كده في مباعدة ما بين الكلمات ومباعدة ما بين السطور. طيب أعرفها إزاي؟ برضه لازم يكون في كلمات وسطور. بعد ما بين الكلمات لو جينا نكبّرها هنلاقي إن فعلًا في مباعدة ما بين الكلمات، والحروف بتاع Pixlab ابتدى يظهر أهو، لو خدت بالك. أمّا لو جيت نقّصت هيبقى عادي. أمّا لو جيت عملت مباعدة ما بين الأسطر هتلاقي إن الفرق بينه وبين السطر التاني يزيد أو يقل وهكذا. طيب الأداة اللي بعد كده أداة الخط المحيط. لو أنا حبيت أعمل خط حوالين الكلمة اللي قدّامي، بادوس عليها وبافعّلها واختار لون الخط اللي حوالينها دوّة من هنا، أو أختار زي ما أنت شايف بيظهر بالشكل ده وهكذا. أو إن أنا أختار تدريج عرض الخط، ممكن إن أنا أكبّره أو أصغّره من هنا، على حسب أنا محتاج إيه. بعد كده الظِل أو الshadow، ده لمّا بتفعّله بيبتدي يحصل ظِل حوالين النص، وممكن تغيّر لون الظِل من أي حاجة زي كده. تمام. ممكن إن إحنا نختار لون تاني وهكذا. أتحكم بقى في قطر التنعيم دوّة من هنا أو من هنا، أو إن أنا أعمل توهُّج للخارج زي ما أنت شايف كده، أو إن أنا أشيله. الإزاحة دي باتحكم في إزاحة الظِل، دي هابقى أفهّمك هنعملها إزاي في أثناء ما بنعمل التصميمات وهكذا، هنستفاد منها في إيه. بعد كده أداة الظِل الداخلي، لو حابب إن أنا أعمل ظِل للخط من جوّه بافعّلها، بيبتدي إن يحصل تلوين زي ما أنت ما شايف كده. ممكن إن أنا أختار اللون ده أو اللون ده، يعني باتحكم في الظِل اللي جوّه بيبقى عامل إزاي. ممكن أنا أخلّيه أسمر أو أخلّيه أبيض أو أحمر، أي حاجة اللي أنا عايزها. وأتحكم برضه في القطر وفي الإزاحة زي ما أنا عايز وهكذا. طيب بعد كده حاجة اسمها الإنبوث. الإنبوث ديّة الأداة الوحيدة اللي فيها مشكلة في التطبيق، لو جيت فعّلتها تبتدي تلاحظ الكلمات تبتدي إنها تختفي، ولكن لو فضلت إنك أنت تكبّر أو تصغّر هتبتدي إنها تظهر معاك. الفكرة بقى في إيه، إنها بتبيّنه في صورة 3D شوية. لو جيت عملت كده بتغيّر زاوية الإضاءة من هنا، هتلاقي إن في زاوية الإضاءة بتختلف زي ما أنت شايف كده. بعد كده ممكن إن أنا أكبّر في شدة الأداة أو إن أنا أصغّرها. ممكن إن أنا أكبّر في شدة الضوء المحيط زي ما أنت شايف، أو إن أنا أقلّلها. ممكن إن أنا أغيّر في صلابة المعدن زي ما أنت شايف. فأنت بتبتدي إنك أنت تغيّر في التدريجات ديّة لحد أمّا يظهر قدّامك الشكل اللي يناسب تصميمك. الحاجة اللي بعد كده حاجة اسمها منظور. منظور ديّة لو لاحظت معايا كده إن أنا باخلّي التصميم يبقى 3D زي ما أنت شايف كده. لو حبّيت إن أنا أغيّر فيه التصميم ظهر معايا بالشكل ده إزاي. فديّة أداة المنظور، ودي باستخدمها أكتر لمّا باكون باعمل mock up معيّن وحابب إن أنا أخلّي الحاجة تطلع بالمقاس بالضبط، فبابتدي إن أنا أستخدم الأداة دي. الحاجة اللي بعد كده حاجة اسمها تدوير 3D. تدوير 3D إن أنا بادوّرها لفوق أو لتحت أو ليمين أو شمال زي ما أنت ما شايف كده، ده كده فوق وتحت أو يمين وشمال. بعد كده الأداة اللي بعد كده نَص 3D دوّة، إن أنا باخلّي إن يطلع من ورا النَص حاجات كده اللي هو يبان 3D زي ما أنت شايف كده. ممكن إن أنا أكبّر في العمق يبقى بالشكل ده أو أصغّره على حسب إيه اللي يناسبني. وابتدي إن أنا أغيّر في اللون من هنا أو من تدريج أو أخلّيه تلقائي، وابتدي إن أنا أغيّر في التعتيم أو غيره. أخلّي الخط شمال المحيط أو يمين وهكذا زي ما أنت ما شايف. أعمل تدوير في الشكل نفسه زي ما أنت ما شايف برضه. الظِل دوّة إن أنا باعمل خط تحت التصميم أو ظِل تحت التصميم زي ما أنت ما شايف كده. ابتدي إن أنا أغيّر لونه من هنا أو القطر بتاعه أوسّعه وأضيّقه من هنا زي ما أنت ما شايف كده. يبتدي الظِل يظهر معايا بالشكل ده. آخر حاجة وهي الإنعكاس. بالاقي إن الكلمة ظهرت ولكن بالعكس زي ما أنت ما شايف بالضبط كده. فكده إحنا فهمنا كل حاجة في أداة النصوص. طيب نخش بقى على الأدوات اللي بعد كده. أول حاجة هنلاقي الملصقات. الملصقات ديّة اتكلمنا عنها قبل كده لمّا كنا بنضيف ملصقات من هنا.
الحاجة اللي بعد كده وهي استيراد، لو جينا نضيف أي shape أو أي شكل زي ده مثلًا، نضيفه علشان نشوف إيه أدوات التعديل المتاحة عليه. أول حاجة العلامة ديّة لو حبيت إنك أنت تبدلها بتدوس اختيار فبتختار صورة تانية بدلها، ولكن مش هنغيّرها. الحاجة التانية أداة الحذف وديّة إنك تحذف الصورة نفسها. الحاجة اللي بعد كده أداة القص لو حبيت إنك أنت تقص الصورة وتقص أجزاء منها وهكذا. بعد ما بتقص مثلًا، لو أنا أقص الجزء ده، بعد كده بندوس علامة صح فبيتقص زي ما أنت ما شايف. الحاجة اللي بعد كده وهي نسخ واتكلمنا عنها مرّة في الtext. بعد كده هي للأمام وإلى الوراء، طبعًا إحنا فهمناها من الtext فمش هنعيدها تاني. موقع وموقع نسبي، دُولَة برضه عرفناهم. موقع حجم نسبي وديّة إنك أنت بتتحكم في الحجم. قدّامك حل من الاتنين، يا إما تفعّل إبقاء النسبة فهتفضل زي ما هي، الطول زائد الارتفاع وهيزدادوا مع بعض. أمّا لو قفلت ده هتبتدي هتلاحظ إنك أنت بتغيّر في العرض براحتك وبتغيّر في الارتفاع براحتك وهكذا. بعد كده أداة اللون، أداة اللون دي لو استخدمتها هتغيّر لون التصميم خالص وتختار اللون اللي أنت عايزه. دي بنستخدمها لو ضِفنا شكل معيّن وعايزين إن إحنا نعدّل عليه مش صورة طبعًا. الحاجة اللي بعد كده التلبيس، برضه اتكلمنا عنها مع الtext. الشفافية نفس الكلام. مرشح الألوان، المرشح الألوان دي بقى اللي مهم. مثلًا الخلفية بتاعة التصميم باللون اللي قدامك ده، وعايز تخلّي الصورة قريبة من اللون اللي وراك، فبتبتدي تعمل مرشح الألوان، تبتدي تغيّر من درجة اللون وهكذا. هتلاقي نفسك بتغيّر من اللون تلقائي. ده بتعدل على الألوان وبتعمل edit للصورة. بعد كده خط محيط، ودي بتعمل خط حوالين الصورة دي، زي ما أنت ما شايف، وبتغيّر لونه طبعًا من هنا. الحاجة اللي بعد كده المُمحاة، لو حبيت إنك أنت تمسح حاجة من الصورة، في حتّة مش عاجباك عايز تمسحها، وليكن مثلًا عايزين نمسح اللابتوب ده، لو دوسنا عليه ومسحنا كده، بعد أمّا نيجي نخرج وندوس علامة صح، هنلاقي فعلًا اللابتوب اتمسح ومش موجود. الأداة اللي بعد كده وهي الغطاء، اتكلمنا عنها هناك برضه. لو حبينا مثلًا إن إحنا نحذف الجزء ده بندوس على مفعّل، بس كده الجزء ده اتحذف. الحاجة اللي بعد كده مسح اللون، هتفعّلها وتختار لون معيّن، هتدوس على رقم 1 وتختار لون معيّن. دي عجلة الألوان، ممكن إنك أنت تختار اللون المناسب اللي أنت عايز تمسحه من هنا. طيب، ودرجة اللون بتظهر لك هنا. لو أنا عايز أختار لون من الصورة، باقوم جاي دايس على دي، بعد كده أدوس على الصورة واختار مثلًا اللون اللي ورا وليكن اللون ده وأعمل علامة صح، فيبتدي إن هو يحذف لي اللون ده من الصورة خالص. فكل ما بازود التسامح كل ما بيحذفه، زي ما أنت ما شايف كده. فكده هو مسح لي اللون، فدي ميزة حلوة برضه في تطبيق بيكسلاب. الحاجة اللي بعد كده وهي التدوير، ودي طبعًا اتكلمنا عنها مع الtext. بتدوّر يمين وشمال. تدوير 3D برضه هتلاقيه هنا، ممكن تدوّر لفوق ولتحت أو يمين وشمال برضه. الحاجة اللي بعد كده هو شكل 3D، ممكن تعمل شكل 3D زي ما عملنا مع الtext، تعمل عمق، تزوّده وتقلّله وتغيّر في الألوان وكل الكلام ده. كل الحاجات دي يعتبر شرحناها في الtext، فاللي هو أنا باجرّي علشان ما نعيدش نفس الكلام تاني. الحاجة اللي بعد كده المنظور، ودي برضه اتكلمنا عنها وعرفنا إن إحنا بنستخدمها إيه. أول حاجة بنفعّل دي، بنستخدمها أكترية الأوقات لمّا بنكون بنعمل mock up للتصميم. هتلاقيه زي ما أنت ما شايف كده. الحاجة اللي بعد كده أداة الظِل أو الshadow، بتبتدي إنك أنت تضيف ظِل للتصميم عشان يبان أفضل. الحاجة اللي بعد كده أداة الظِل الداخلي والإنبوس، دي كلّها اتكلمنا عنها في النُص، فعشان كده مش هنعيدها تاني. طيب دلوقتي عرفنا لمّا نضيف شكل أو صورة وحبينا نضيف عليها هنعمل إيه. طيب أداة الشكل شرحناها في أول الفيديو، فمش هنعيد شرحها تاني. تمام. الحاجة اللي بعد كده البَزَر، الأداة دي مهمة جدًا وهي أكتر أداة بتُستخدم في إنك أنت ترسم الشكل اللي قدّامك أو ترسم التصميم أو تعمل شعار جديد. طيب الأداة ديّة فيها حاجات كتير. أول حاجة اللي هي علامة الزائد دي، الزائد ديّة إنك أنت تضيف واحدة جديدة زي ما أنت ما شايف كده. طيب لو حابب إنك أنت تتحكم فيهم بتختار العلامة اللي بعدها، زي ما أنت ما شايف كده. مثلًا عايز تتحكم في دي، تبتدي توسّع كده أو تعمل كده زي ما أنت ما شايف. طيب الأداة اللي بعد كده اللي هي دي بتبتدي إنك أنت تغيّر في مكانه. الحاجة اللي بعد كده لو حابب إنك أنت تقفلهم بقى ببعض بتعمل إيه، بتختار اللي هي دي، هتلاقيهم اتقفلوا ببعض وبقوا طبقة واحدة. نبتدي بقى نعدّل عليها هكذا.
تمام، فيعتبر إن إحنا عملنا شكل معيّن. طيب المفروض بقى علشان نملى الشكل ده بنزوّد الشفافية، فبقى كده الشكل معانا. عايزين نغيّر لونه بنختار أي لون إحنا عايزينه. بعد كده عايزين نعمل له خط محيط بنعمل له خط محيط ونغيّر لون الخط من تحت من هنا وهكذا. ديّة طبعًا أداة البزر. أداة البزر دي هنبتدي إن إحنا نتعرّف عليها أكتر أثناء ما إحنا بنعمل لوجوهات وتصميمات، هنبتدي إن إحنا نستخدمها كتير وهنتعلّم عليها خطوة بخطوة من البداية للنهاية. فما تستعجلش عليها دلوقتي. آخر حاجة السهم، لو حبيت تضيف سهم معين تبتدي إنك أنت تعدل عليه بالطريقة اللي تناسبك. ممكن تتحكم في بداية السهم أو نهايته، تختار البداية تبقى عاملة إزاي وهكذا. هو بداية السهم اللي هي الحتة اللي تحت دي، أما النهاية تبتدي إنك أنت تغيّر برضه فيها زي ما أنت ما شايف كده. طب لو حبيت إنك أنت تملاها تقلل الشفافية أو تزودها أو تغيّر من اللون أو تعمل خط محيط حوالينها، غيّر من اللون، تعمل خط محيط وتغيّر من شفافية الخط المحيط، تزوّده أو تقلّله وتغيّر برضه من لونه. دي برضه أداة السهم. طيب لحد كده كنا شرحنا الأدوات دي. آخر حاجة وهي الخلفية. ممكن إنك أنت تخلّي الخلفية بلون أي لون أنت عايزه وليكن اللون ده، التدريجة دي، أو تختار لون معيّن أنت وهكذا. فأنت بتختار اللون اللي يناسب الخلفية اللي أنت هتشتغل عليها. طيب، أو ممكن إنك أنت تخلّيها شفّافة عشان تحمّلها بصيغة الPNG. يعني مثلًا لو عملت لوجو بتخلّي الخلفية شفّافة، يعني ما فيش خلفية أصلًا، عشان لو حبّيت تضيف اللوجو دوّة في أي حتّة بعد كده. أبعاد الصورة ودي اللي عملناها من ال3 نقط اللي فوق اللي إحنا بنتحكّم فيها، بنغيّر في الطول والعرض والارتفاع. إحنا قُلت لك من شوية الأدوات ممكن تستخدمها من أكتر من مكان، فعلشان يسهل عليك برضه. صورة ديّة بتبقى صور متاحة في البرنامج، لو حابب إنك أنت تستخدم أي حاجة فيهم. تمام كده؟ طيب لو حبّيت إن أنا أجيب صورة من المعرض بادوس من المعرض وباختار أي صورة أنا عايزها وليكن الصورة دي، بحيث إنها تبقى هي الخلفية. طب لو حابب إن أنا أستخدم الكاميرا بادوس من الكاميرا بيفتح لي الكاميرا بتاعتي وأقدر إن أنا أصوّر أي حاجة. أظن إن إحنا كده شرحنا كل أدوات بيكسلاب وخلّصناها. فاستنونا في الفيديوهات اللي جاية هنبتدي نكمّل شرح ونعمل تصميمات كاملة ونعمل لوجوهات وهنتعلم حاجات كتير. فتابع السلسلة للنهاية وإن شاء الله تستفيد ومستواك هيعلى جدًا في التصميم. اتأكد إنك مشترك في قناة اليوتيوب عشان يوصلك الفيديوهات أول بأول، واتأكد إنك أنت دخلت قناة التليجرام عشان كل الملحقات اللي هنستخدمها في السلسلة هننزّلها عليها علشان تقدر إنك أنت تحمّلها. بس كده أشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.